الأطفال في الصيف بياكلوا سناكس أكتر من الأكل نفسه. دي أفكار سناكس صحية للأطفال هتساعدهم ياخدوا احتياجاتهم اليومية من العناصر الغذائية. وأسهل حاجة عشان نضمن إنهم يعملوا ده كل يوم إننا نسهل على نفسنا وعليهم الموضوع ده. يعني مثلا نجهز الحاجات دي من قبل كده أو تكون جاهزة قدامنا، زي مثلا الخضار والفاكهة متقطعين ومعاهم دريسنج خفيف أو الرايس كيكس. ممكن نقدمها لهم مع جبنة أو صوص فيه زبادي عشان نزود نسبة البروتين. وعلى فكرة لما هم يلاقوا الحاجات دي قدامهم جاهزة وما يلاقوش غيرها، هيحبوا ان هم يجربوا الحاجات دي ويكتشفوا طعمها ايه، وانتوا برضو هتكتشفوا معاهم لحد ما يلاقوا حاجة بيحبوها. كمان الحاجات الجاهزة مش ممكن بس ناكلها كده، ممكن كمان نحطها على السلطات او الساندوتشات. قولوا لي لو عجبكم الفيديو واستنوا الاجزاء التانية، وبالهنا والشفا. 7 أسباب هتخليكوا تحبوا تاكلوا ذرة كل يوم وتقدموها للأطفال. أول حاجة هي مصدر غني جدا بالألياف وبتحسن صحة الجهاز الهضمي. تاني حاجة هي مصدر كربوهيدرات صحي فهتدي الطفل طاقة وتحسسه بالنشاط. تالت حاجة هي غنية جدا بالفيتامينز زي A و B، مهمين جدا للنمو والتطور الذهني والبصر. رابع حاجة غنية جدا بمضادات الأكسدة وبتحافظ على صحة القلب. خامس حاجة إنها بتقوي المناعة وغنية جدا بالمعادن والزنك والمغنيسيوم. سادس حاجة إنك ممكن تحضريها في البيت بكل سهولة، تسلقيها في مية وتقطعيها أو تجيبوها جاهزة بس تكون من مصدر موثوق منه. بجيبها من جرين هاوس لأنها بتكون معمولة بطريقة سوفيت، يعني بتكون مسلوقة جوه أكياس حرارية، فبتكون محتفظة بالفيتامينز والمعادن بتاعتها. وسابع واحلى حاجه هي انكم ممكن تاكلوها باكتر من طريقه. ممكن تضيفوها لوجبات الاطفال او في سندوتشات مع التونه مثلا او الجبنه، او ممكن تقدموها لوحدها كسناك للاطفال. قولوا لي بتحبوا تاكلوا الذره ازاي، وبالهنا والشفا. الاطفال في الصيف بيحبوا ياكلوا حلويات كتير. تعالوا نشوف ازاي هنعمل ده بطريقه صحيه. الفاكهه هي احلى بديل للحلويات للاطفال، سواء الفاكهه الكبيره واحنا نقطعها لهم ونجهزها لهم في البيت او نجيبها جاهزه من بره من مصدر موثوق، والاحلى بقى الفاكهه الصغيره اللي هم يقدروا ياكلوها لوحدهم، اللي مش محتاجه تقشير وتقطيع، وده علشان يسهل عليهم الفاكهه كل يوم. او لو فواكه في منها فان سايز او ميني. علشان كده لو تلاحظوا ان دايما لما بنجيب مثلا موز وبرتقان في البيت، دايما الموز بيخلص قبل البرتقان لان الموز بيبقى سهل تقشيره. وفي حركه حلوه قوي ممكن نعملها علشان نزود بروتين في الفاكهه، نزود لها زبده بندق او زبده فول سوداني، ودي هكلمكم عنها في فيديو لوحدها لانها مفيده جدا وخصوصا للاطفال اللي في مرحله النمو. جربوا الحاجات دي مع اطفالكم وقولوا لي بيحبوا ايه اكتر حاجه، واستنوا الجزء الثالث لسناكس الصيف للاطفال. وبالهنا والشفا. خطوات بسيطه في تغذيه اطفالكم هتفرق معاهم. لو عايزين تركيزهم يبقى اعلى، خليهم ياكلوا توت وزبده فول سوداني. ولو عايزين اسنانهم تبقى اقوى ويحافظوا عليها من التسوس، خليهم ياكلوا جبنه طبيعيه وزبادي وخضار زي الجزر والخيار. ولو عايزينهم يتمرنوا كويس وادائهم في التمرين يبقى احسن، خليهم ياكلوا قبل التمرين بنجر، سواء يشربوه في عصير مع برتقان او فراوله، او تدخلوه في اكلهم زي المكرونه والحمص مثلا. ولو في الصيف والجو حر، خليهم ياكلوا كتير فواكه مليانه ميه زي البطيخ والكنتالوب والاناناس، او ياكلوا خضار مليان ميه زي الخيار والخس. ولو حاسين ان مناعتهم قليله شويه، زودوا من حاجات فيها فيتامين سي زي الليمون والبرتقان والفراوله، وخضار زي الفلفل الالوان. ولو عايزينهم يناموا نوم عميق وبهدوء، خليهم ياكلوا موز وكريز. قولوا لي في الكومنتس ايه اكتر فاكهه وخضار اطفالكم بيحبوا ياكلوها، واستنوا الفيديوهات الجايه وبالهنا والشفا. الاطفال دايما بياكلوا اللي بيشوفوه. دول 3 افكار هيساعدوهم ياكلوا خضار وفاكهه اكتر او سناكس صحيه، زي الفشار والحاجات المخبوزه والمعموله في البيت. اول حاجه الحمص مع الخضار. نوعوا في الخضار وسيبيهم يكتشفوا هما بيحبوا انهي نوع. ضيفوا الوان كتير سواء في الحمص او نوعوا في الوان الخضار نفسه. ممكن تعملوه بالبنجر او كركم او فلفل مشوي زي ما تحبوا. تاني حاجة فاكهة الموسم، وده عشان أعلى قيمة غذائية للفاكهة بتكون في الموسم بتاعها. تالت حاجة الفشار، وده هيخليهم يستغنوا عن الحاجات اللي بره اللي تقريبا ليها نفس الطعم. بالهنا والشفا. وقولوا لي أطفالكم بيحبوا ياكلوا ايه في الصيف. لو بره وعايزين ناكل حاجة سريعة، دي سناكس سريعة وصحية. حمص مع خضار، بروتين وألياف. الترمس فيه نسبة بروتين عالية. زبادي يوناني سواء سادة أو بالفاكهة، أو لو مع الجرانولا هيتشبع فترة طويلة. البذور أو اللب، وفي منه متقشر لو احنا مستعجلين او لو عايزين نحطه على السلطة. في فوائد كتير ونسبة بروتين كويسة. الفواكه وبالذات التوت لان ده الموسم بتاعه مليان مضادات اكسدة، والخضار والفاكهة المتقطعة. سناكس صحية تنفع على البحر او واحنا قاعدين في العيد. كلنا بنحب ناكل حاجات حلوة واحنا في الاجازات. في حاجات كتير صحية وحلوة ممكن نحطها جنب الحاجات التانية عشان تعمل توازن. الفشار والترمس حلوين جدا. الفاكهة وبالذات الفاكهة اللي حجمها صغير وينفع تتاكل بالواحدة، او في الجو ده بنبقى محتاجين الفاكهة اللي مليانة مية وفريش اكتر. ممكن واحنا قاعدين ننقنق على حاجات مليانة بروتين زي الحمص مثلا، ممكن نجيبه من بره او نعمله في البيت. اي فواكه متقطعه وجاهزه اكيد هتبقى افيد. الشوكولاته الغامقه ممكن نعمل بيها وصفات كتير، او ناكلها مع تمر او فاكهه لو احنا بنحب الحاجات المسكره. ولو مش هنلحق نعمل كل ده، ممكن ناخد فواكه مجففه او تشيبس يكون فيه بروتين عالي، وده هيحسسنا بالشبع اكتر. قولوا اللي بتاكلوا ايه في العيد، وكل سنه وانتم طيبين.